الحين بنقول القوات المسلحة دي هي مؤسسة قومية ولا حزبية. الله أكبر. الله أكبر. بمعنى قومية، ما هي والله داخل الرأس ولا الشركة دي من القريب، ما هي الله أكبر. ولا حزبية. والله دخلتني وده ما عارف رصاص ولا ما يقدر الحاجة في الجيش. هي قبيلتنا واحدة اللي هي الكاكي. الله أكبر. في سبيل حماية من مواطن هذا الله أكبر. تراب هذا الوطن. وده أغلى حاجة عندنا. بنقدم له أغلى حاجة عندنا اللي هي نفسنا. روحنا. يجي واحد فينا العسكريين شايل روحه يركب يده. وجاهزين نموت فيه. الله أكبر. ونحن معاكم إن شاء الله. الله أكبر. نحن إخوانكم في قبيلة الكميلاب جينا البارح للنازحين الجو من الفاشر في معسكر العفاض كان نقدم لهم بعض الدعم ونرسل عبرهم رسالة لكل السودانيين إنه هذا البلد ليس فيه عنصرية وليس فيه جهوية وليس فيه قبلية، وإنما نحن إخوان في بلد واحد يسعنا جميعا. وهذا ما يمليه علينا الواجب الوطني، وما يمليه على كل القبائل في السودان وعلى كل سوداني حر أن يقف صفا واحدا خلف القوات المسلحة. وشرفنا اليوم بزيارة الفرقة 19 مشاة مروي، وقابلنا قائد الفرقة الذي استقبلنا ببشاشة وبكرم، وهذا هو أصل السودانيين، وهذا هو أصل القوات المسلحة، أنها هي حامل حمى وحامل عرض والدين. نحن في قبيلة الكميلاب نبشركم أننا نقف صفا واحدا خلفكم في كل الجهات التي تقولها القوات المسلحة. نحن خلف القوات المسلحة قلبا وغالبا. دعم.